هنعمل الزيتون لرمضان ان شاء الله باذن الله. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. الزيتون كتير قوي في السوق اليومين دول بس غالي. المهم انا اللي قدامكم دول 3 كيلو زيتون عجيزي. في زيتون تفاحي وفي زيتون هو بصي هو اسعار. انا جايبه الكيلو ده ب55، في ب70، في ب60، في ب65. تمام. المهم بس عشان ما اطولش عليك انا بفضيه بس كده وبحاول اتخلص من اي حاجه وحشه فيه. بشيل بقى العفش اللي هو ورق الشجر اللي فيه، وبشيل الزيتونيه زي دي كده بشيلها عشان خاطر ان اتحطت في الميه هتفرقع في الميه وهتضرب وهتبقى شكلها مش كويس. انا بقى بجيب كيس ملح وبفضيه كده عليه بس كده. هقولك بقى على حاجه. انا كنت الاول بحط الملح ده عليه وبلفه وبسيبه يومين 3 بحيث انه ينزل المراره اللي فيه. ماشي. في ناس بتعمل كده بس انا السنه دي حطيت عليه ميه بالملح وهسيبه حوالي 4-5 ايام، وهغير عليه مره ولا مرتين. واما اغير برضو عليه مره ولا مرتين برضو بحط له شويه من الملح. خلاص هو كده انا سبته حوالي 5 ايام. النهارده اليوم الخامس. فانا بقى غسلته وصفيته من الميه وقلت اعبيه بقى النهارده. فانا جبت معايا البرطمان اللي انت شايفاه ده ومعايا الشطه دي. هعبيه بقى بس عشان ما اطولش عليك. هحط طبقه اوراق من الزيتون وورق من الشطه. وممكن عايزه تحطي معاه ليمون حطي معاه ليمون. عايزه تشيلي الشطه منه خالص براحتك شيلها منه خالص. فانا عبيت البرطمانين دول، البرطمان ده والبرطمان بتاع العسل الصغنن ده. انا بقى بجيب هنا المحلول بتاعي دي الهريسه، هريسه الشطه من غير توابل يا جماعه، لان في ناس يعني بيبقوا عايزين يحطوا فيها توابل. اي مخللات متحطش فيها توابل غير الملح بس. ماشي. انا هنا جبت المحلول وجبت كميه حلوه من الشطه دي حوالي تقريبا نص كيلو كده. انا فرمتها كلها ونزلت بكيس ملح كامل. انا بصي انا مش هقولك حاجه معينه للملح، لان في ناس بتحبه حادق قوي، في ناس بتحبه دلع شويه. فالملح ده بتاعك انتي. خلاص. فانا ما حطيتش غير في المحلول غير الشطه الحمراء دي، ما بقدرش استغنى عنها في اي نوع مخلل، لازم انا احطها. الشطه الحمراء دي ما بستغناش عنها. خلاص. فانا كده عبيت الزيتون البرطمانين اللي معايا، وطبعا زي ما احنا متعودين رجيت اللي فوق تحت واللي تحت فوق بحيث ان الشطه تنزل تحت والزيتون يبقى المحلول كله في قلب الزيتون كده. خلاص. سهل وبسيط خالص بدون اي تعقيد ولا تشقيه بقى ولا تدغدغيه ولا الكلام ده خالص كله. هو صحيح سليم زي ما هو كده بالطريقه بتاعت امي وامك والناس القديمه دي. خلاص. هي دي افضل واحسن طريقه للزيتون. انا عملته قبل كده السنه اللي فاتت وشقيته بس بصراحه انا ما حبيتوش، فرجعت الاصل تاني ان انا اسيبه بحاله كده. طبعا انا عبيته خلاص. يعني هاتي بقى نقطه كده بسيطه من الزيت خالص وعلى الوش كده، وكيس تلاجة بقى حلو زي كده، وتروحي قطعاه وحطاه على وش البرطمان ومقفله. سيبيه بقى معاكي رمضان، متفتحيش بقى عليه. يعني هو ان شاء الله باذن الله رمضان في نص 2 سيبيه هيقعد معاكي وهيعيش معاكي. خلاص. ده العجيزي والتفاحي برضو، بس انت لو جبت التفاح هتفتحيه قبل رمضان. وفي الزيتون اللي هو الاسمر ده زيتون اكل، ده ما بتخزنش يا جماعه، يعني تعمليه وتاكليه على طول. ده شكله بعد انا ما خلصت. الشطوطه دي جميله جدا والطريقه سهله وبسيطه ويا ريت تجربي الطريقه بتاعتي دي كده السنه دي وهتدعي.